السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدينا ومستمعين قناة اتجاهات في العارضة، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة الفيديو ده هنتكلم عن الجولة الثانية وقناة النادي الأهلي. إيه المباراة اللي جاية للنادي الأهلي طبعا، وهنتكلم عن كل حاجة بالتفاصيل. بس في بداية الفيديو طبعا مش هنستعمل على لايك وشير، ويلا بينا ناخد تفاصيل. النادي الأهلي طبعا في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز قدر يحقق فوز على النادي المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0 في الجولة الأولى من افتتاح الدوري الممتاز، وكان أداء رائع جدا من لعيبة النادي الأهلي وكلهم ظهروا بمستوى جيد. في الاختبار الثاني للنادي الأهلي قدر يحقق نتيجة ممتازة جدا في دوري أبطال أفريقيا في دور ال 32 قصاد الفريق الآسيوي سان جورج بنتيجة 3-0، ويحط قدم للدور اللي بعد كده أو دور المجموعات للنادي الأهلي. النادي الأهلي عنده مباراة قوية في الدوري الممتاز في الجولة الثانية أمام فريق سيراميكا كليوباترا. المباراة ديت هتكون الساعة 7 بتوقيت القاهرة، وهتبقى يوم الأربعاء الموافق 27/9/2023. المباراة دي هتذاع على قنوات اون تايم سبورت. طبعا احنا هنتكلم على التشكيل، بس التشكيل دلوقتي غير ثابت للنادي الأهلي، فمستر مارسيل كولر عمال يجرب تشكيل عن التاني أو لاعب على حساب التاني، فاستقرار التشكيل هيستقر خلال الجولات القادمة. النادي الأهلي نتمنى ليه الفوز في المباراة اللي جاية، وهيقدر إن شاء الله لو فاز هيبقى في صدارة الدوري الممتاز مع فريق بيراميدز اللي حقق فوزه النهاردة، مع تعادل نادي الزمالك أمام المقاولين بنتيجة 1-1. في نهاية الفيديو مش تنسوا تعملوا لايك وشير، طبعا تعملوا اشتراك على القناة، وانتظرونا في فيديو قادم إن شاء الله هنتكلم عن تشكيل النادي الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا.